ولسه مكملين مع بعض سلسلة بواقي الفراخ. السلام عليكم ورحمة الله. حبيبات قلبي المسكرين الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بفضل الرحمن راجع لكم فيديو جديد، فيديو حلو قوي. هنعمل مع بعض صينية مكرونة بشاميل ببواقي الفراخ، وهرد على الناس اللي بتهاجمني وتقول لي انت بتبقي جايبه كوم فراخ وحاجات قد كده. كل الحاجات دي انا هرد عليكم فيها بامر الله النهارده، واعرفكم الحاجات دي انا بجيبها ازاي وبعمل ايه بيها وكل حاجه. بس في البدايه حابه اهنيكم بمولد النبوي الشريف، كل سنه وانتم طيبين. يلا ندخل على الفيديو على طول. بس فضلا منكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عندي في القناه لو اول مره بتشوفوني. يا رب كل من يحط لي لايك ويعمل لي شير ويعمل لي اشتراك عندي في القناه تكبر بخاطره وتبعت له فرحه عاجلا غير اجلا يا رب العالمين. يلا نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا الفيديو مع بعض. مبدئيا انا معايا بواقي الفراخ، وهي دي بواقي الفراخ والله العظيم اللي انا بستخدمها. طبعا الناس بتهاجمني بتقول لي 30 جنيه وعامله كوم فراخ. كان في تعليق جالي حد كاتب لي جايبه كوم فراخ وتقولي ب 30 جنيه، او عامله فراخ قد كده. انا مش متذكره التعليق بالظبط، لكن والله العظيم هو ده الفراخ اللي انا بجيبها، هي دي بواقي الفراخ. انا قلت لكم اكتر من فيديو على البواقي دي، قلت لكم في فيديوهات الكفته، في فيديو الحواوشي. انا بجيب البواقي دي ب 30 جنيه الكيلو، بتبقى فيها عظم صغير. ببدا اتخلص من العظم خالص وبنقعها في ملح وليمون وسكر، وبعد كده بشطفها شطفه محترمه، وبتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعمل بيها كل حاجه كل حاجه، يعني شوف انا عملت بيها قبل كده حواوشي، وعملت بيها اللهم صل على سيدنا النبي كفته، وبامر الله النهارده هنعمل بيها مكرونه بشاميل، وبامر الله في وصفات كتير جدا هعملها بالبواقي دي. فالبواقي دي اللي هي اللهم صل على سيدنا النبي تنظيف البانيه. اللهم صل على سيدنا محمد. البواقي كده جاهزه معايا، انا كنت جايبه 2 كيلو ب 60 جنيه. اللهم بارك، صفصفوا على كيلو و300 جرام. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اول حاجه هعملها هعصج الفراخ اللي معايا حله على النار، احط فيها كده حوالي 3 4 معالق من الزيت، هسيبهم يسخنوا شويه، وبعد كده بسمي بالله وبنزل بالفراخ بالشكل ده. حاولي بقدر الامكان ما تحطيش الفراخ وتفضلي تقلبي علشان ما تنزلش ميتها. انا بشوف ناس كتير بتحط الحاجات دي وتفضل تقلب تقلب، فبالتالي بتنزل كل السوائل اللي فيها. فانت انزلي بالفراخ وسيبيها كده حوالي 6 دقايق، وبعد كده سمي بالله وقلبيها، وسيبيها شويه وبعد كده قلبي. بعد ما تلاقي الفراخ بتاعتك بدأت كده تدبل وتاخد لون غير اللون الطبيعي، اللهم بارك، الفراخ عندي ما نزلتش اي سوائل وهو ده المطلوب. بسم الله ما شاء الله. هبدأ اوسع كده واعمل فجوه كده في النص، وهنزل بحبتين بصل كبار مقطعهم تقطيع خشن زي تقطيع بصل المحشي كده بالظبط. وبعد كده بديها تقليبه، اللهم صل على سيدنا النبي. ومعايا حله فيها ميه على العين التانية علشان هسلق فيها المكرونه، حطيت فيها شويه خل علشان الحله بتاعتي ما تسودش علشان هي الومنيوم. واللهم صل على سيدنا النبي، حطيت فيها شويه زيت، مش اكتر من كده. وتعالوا بينا نبهر الفراخ تبهيره حلوه. اول حاجه احط معلقه صغيره من الملح المبهر، ملح ماما حبيبتي ربنا يرحمها ويسامحها يا رب. وبعد كده احط نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الثوم البودر، نص معلقه صغيره من البصل البودر، نص معلقه صغيره من بهارات الفراخ. بس مش اكتر من كده، واسمي بالله وابدا اقلب كل الحاجات الحلوه دي مع بعض. لو اخدتوا بالكم مفيش اي سوائل نازله في الفراخ، علشان انا ماشيه صح وواحده واحده، كل حاجه بامر الله هتطلع من ايديكي زي السكر. بس حبيبه قلبي اللي سرحت معايا في الفيديو ونسيت اللايك، يلا بقى احلى لايك من ايديكي، ربنا يا رب يكبر بخاطرك ويفرح قلبك. ويا ريت تعملي مشاركه للفيديو، ولو اول مره بتشوفيني طبعا يشرفني ويكترني وجودك واشتراكك عندي في القناه. ربنا يسعدكم جميعا يا رب، اللهم امين. تكايه بقى من عندي انا بحب احطها، الحقيقه بتبقى طعمها تحفه، بتودي الفراخ حته تانية خالص. ربع معلقه صغيره من القرفه، في ناس كتير مش بتحب القرفه، ولكن والله العظيم بتدي تست عالي جدا وطعم تحفه، اللهم بارك. ونزلت كمان بورقتين 3 من ورق اللوري، بيخلي ريحه الفراخ حلوه جدا، اللهم بارك. وكده خلاص بدي الفراخ بتاعتنا تشويحه محترمه، وفي الاخر كده اختياري لو انت عايزه تحطيها ما تحطهاش. انا بنزل بنص قرن فلفل رومي احمر، قطعه مكعبات صغيره، واحط الفلفل، وبعد كده بقلب تقلبتين وبطفي النار. طبعا الفراخ بتاعتنا بقت جاهزه خلاص، اللهم صل على النبي. تعالوا بقى ندخل على المكرونه، اللهم بارك. الميه بدات تغلي، هسمي بالله وانزل بكيلو الا ربع مكرونه قلم، اللهم صل على سيدنا النبي. اسيب برده المكرونه تتسلق، وبعد كده اجيب حله نفس الحله اللي كنت عامله فيها الفراخ، شايفين اللهم بارك نضيفه وزي الفل، والله ولا غسلتها ولا اي حاجه، يا دوبك شلت منها الفراخ. هبدا احط معلقتين كبار من السمنه، عليهم كمان معلقه كبيره من الدهن اللي انا مسيحاه، ومحدش يستغرب من الدهن علشان انا عامله الدهن بطريقه احترافيه تحفه بامر الله، نعمله مع بعض. وبعد كده بنزل بثلاث معالق كبار من الدقيق، اشوح شويه دقيق علشان انا عايزاه ياخد لون دهبي كده حلو.
وبعد كده بنزل بمكعب مرق وفلفل اسود، واللهم صل على سيدنا النبي. وبعد كده بقلبها تقليبه محترمه، وبعد كده بنزل بكيلو من اللبن. اللبن يا حبايبي الناس اللي بتشوفني من بره مصر اللي هو الحليب. تمام كده، اللهم صل على سيدنا النبي. زودت كمان شويه ميه من الحنفيه في نفس الحله اللي كان فيها اللبن، وببدا اسمي بالله واقلب بالمعلقه كده. انا عايزه اقول لكم انا سبتها حوالي دقيقه علشان اوريكي لو البشاميل اللي كلكع معاكي او كتل معاكي تعملي ايه. انا بمسك اي مضرب سلكه عندي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وببدا احرك، يعني بصوا، يعني ورا بعض كده، ورا بعض ورا بعض، مش بنزل بالمضرب في الارضيه. يعني انا كده من فوق البشاميل، وببدا اقلب ورا بعض ورا بعضه لما كل حاجه تفك معايا. شايفين بقى اللهم صل على النبي البشاميل اتفك، اللهم بارك، وزي الفل، ولا في اي حاجه متكتله معايا. ولله الحمد ومن فضل ربنا عليا. مفيش حد يدوق المكرونه البشاميل اللي عندي الا ما تعجبه جدا، ولا بحط فيها كريمه لباني، ولا بحط فيها قشطه، ولا بحط فيها اي حاجه مكلفه. هي شويه اللبن وخلاص على كده. عايزه بقى تحطي شويه جبنه موتزاريلا، شويه جبنه ميكس كده، براحتك. انا كان عندي كيس الجبنه الحمد ده اللي هو اللهم صل على سيدنا النبي ب 30 جنيه او ب 35 جنيه على ما اعتقد يعني. اخدت منه كده يعني حته صغيره علشان هو كان في التلاجة، فمسك في بعضه. ونزلت بالجبنه على البشاميل. لو انت حابه، مش حابه ما تحطهاش خالص، مش هيجرى حاجه، هتبقى زي الفل برده. قلبتها تقلبتين، وطبعا هي لسه ما فكتش الجبنه في قلب البشاميل علشان الجبنه زي ما قلت لكم كانت في التلاجة. وفي الاخر بنزل بمعلقه صغيره من الملح المبهر او الملح العادي، وبكده يكون البشاميل جاهز معايا. خلاص كده كل حاجه بقت جاهزه معايا. العصاج بقى جاهز، اللهم بارك. شايفين كميته قد ايه؟ اللهم صل على النبي. والله يعمل صينيتين مكرونه. وكمان المكرونه جاهزه والبشاميل اللهم بارك. وطبعا الجبنه زي ما انتم شايفين لسه ما صحتش علشان بقول لكم كانت في التلاجة. ويفضل طبعا الجبنه ما تتحطش في التلاجة علشان تديكي مطه حلوه كده قبل ما تشتغلي. بس يعني ما كنتش مرتبه ان انا اعمل مكرونه النهارده. المهم اللهم صل على سيدنا النبي، اجيب صينيه كبيره اللي هي اكبر الصواني في الثلاث صواني. تمام كده. وبعد كده احط فيها كبشه او كبشتين من البشاميل في ارضيه الصينيه وهركنها على جنب. والمكرونه اللي معايا احط عليها حوالي كبشتين 3 من البشاميل، واقلبها تقليبه محترمه زي ما انتم شايفين كده، اللهم صل على النبي. اخلط كل المكرونه بالبشاميل، وبعد كده هنزل نص كميه المكرونه في الصينيه. في اسهل من كده؟ والله ما في اسهل من كده. في ناس ما تعرفش تعمل لحد دلوقتي المكرونه البشاميل، مع انها والله العظيم من اسهل الاكلات اللي ممكن تعمليها. اللهم بارك. بصوا بقى يا حبايبي، انا بعد ما حطيت طبعا المكرونه وظبطتها، بدات انزل عليها بالفراخ المعصجه. وطبعا شلت ورق اللوري زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ورق اللوري اداني ريحه تحفه تحفه، اللهم صل على النبي. انا حطيت كميه كبيره من الفراخ، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. فلقيت ان هي اللهم صل على النبي كتير جدا، ففوتت شويه كده على جنب، قلت اعمل بيهم انا حاجه كده مع نفسي. هبدا برضو اساوي الفراخ على المكرونه بالشكل ده كده. شكل الفلفل الاحمر مع الفراخ قمر، اللهم بارك. والطعم قسما بالله حته تانية خالص، اللهم بارك. بعد كده باخد كبشه محترمه كده من البشاميل احطها على الفراخ بالطريقه دي كده، ونسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وننزل بباقي المكرونه كلها على الفراخ بالشكل ده. طبعا انا عايزه اشكر كل الناس وكل حبيبات الامارات اللي دخلوا لاختي وصفاتهم يوسف ويحيى واشتركوا عندها. انا هسيب لكم برضو اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. اللي لسه ما يعرفش القناه بتاعتها يا ريت تدخلوا لها، بتعمل حاجات تحفه قسما بالله، تفريزات قمر. يعني هي ما شاء الله اللهم بارك. قناتها متنوعه تفريزات، واللهم صل على سيدنا محمد، وتحويشات ومخللات. هي القناه بتاعتها كده، لكن اختكم قناه اكل. يعني شوفوا بقى، احنا مش حارمينكم من حاجه، احنا بنكمل بعض. هي بتعمل التفريزات والمخللات والتحويشات، وانا بعمل الاكل وبعمل برضو التحويش. فما تبخلوش علينا باللايك الحلو من ايديكم والاشتراك عندي وعندها. ربنا يا رب يكبر بخاطركم. بعد ما رصيت المكرونه كده ما شاء الله، نزلت بباقي كميه البشاميل كلها، اللهم صل على سيدنا النبي. غطي المكرونه بتاعتك كلها بالبشاميل علشان ما تبقاش ناشفه كده من فوق ووشها محجر وما تبقاش حلوه. لا، حط لها كده بشاميل زياده علشان تبقى ما شاء الله جوسي من جوه ومن فوق كده مقرمشه وحاجه كده تحفه. وفي الاخر حطيت على وش البشاميل الموتزاريلا اللي معايا او الميكس اللي معايا من الجبن ده، لو انت عندك، مش عندك خلاص. اللهم صل على سيدنا النبي. ادخلها الفرن شغال مسبقا طبعا على اعلى درجه حراره عندي. دخلتها في الرف اللي في النص، شغلت عليها تحت وفوق. لو مش عندك بيشتغل شوايه وفرن مع بعض، شغلي الفرن الاول لما تحس ان هي خلاص يعني تماسكت شويه. وبعد كده اللهم صل على سيدنا النبي شغاله عليها الشوايه حوالي دقيقتين بالظبط، بتطلع بالقمر والجمال. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين الجمال؟ قولوا لي بقى بسرعه كده، الوصفه دي تاخد كام من 10؟ اللهم صل على النبي. شايفين بيبوقي فراخ؟ يعني بيبوقي فراخ كده. عملتي اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، صينيه مكرونه معتبره.
اي طبعا صينيه في العالم كله بتشيل نص كيلو من اللحمه المفرومه او نص كيلو من الفراخ، صح كده؟ وفي ناس طبعا بتحط ربع كيلو، انا كنت بحط والله العظيم ربع كيلو، وبسم الله ما شاء الله كانت بتبقى ما شاء الله مليانه. ما بالك بقى ان انتي اللهم صل على النبي حاطه كميه قد كده في الصينيه دي. انت لو حسبتي الصينيه دي بالمكونات اللي فيها قسما بالله هتلاقيها ارخص من البيض والجبنه واللانشون وكل الحاجات دي كلها. عملنا اكله محترمه جواها بروتين للولاد، حاجه كده مشبعه اللهم بارك. طبعا يا قلب اختكم انا بحب اقطعها على طول وهي لسه سخنه، انتوا بقى ممكن تستنوا عليها شويه لو عايزينها تطلع قطع قطع، لكن انا بحبها وهي جوسي كده والطريه. اللهم صل على النبي. قطعتها بالشكل ده وطلعت قطع، طبعا القطع زي ما انتم شايفين مش متساويه خالص، ولكن هو ده القمر فيها. والله العظيم هي دي حلاوتها، وهي لسه كده بصوا طريه من جوه وملبن ملبن والله العظيم. طبعا انا مش عايزه افضل اشكر في الوصفه بتاعتي علشان ما تقولوش علشان هي اللي عاملاها عماله تشكر في حاجتها، لكن والله العظيم انا ما بنزل وصفه على القناه بتاعتي الا ما اكون جربتها وعارفاها ان هي ما شاء الله زي الفل، والناس كلها هتجربها وتعجبها. شايفين الجمال اللهم بارك. طبقه الجبنه عامله كده قرمشه خفيفه، طعم تحفه، ريحه خيال. اللهم صل على سيدنا النبي. والابسط من كل ده ان انا مش حاطه بهارات كتير. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت. يا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم. بالله عليكم ادعوا النهارده كتير لماما وبابا بالرحمه والمغفره، وامواتنا جميعا اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا بحبكم جدا ان انتوا بتتفرجوا عليا وان انتوا بتدعموني وبتكتبوا لي كلام طيب، بتخلوني كده اتحفز وتخلوني ان انا استمر ويعني اعمل وصفات اكتر واكتر. فربنا يديمكم لقلبي ويديمكم لحياتي يا رب اللهم امين. كالعاده يا مسكرين ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عندي في القناه لو اول مره بتشوفوني. دمتم في امان الله، اسيبكم في حفظ الرحمن واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.